مرحبا بكم أيها العاشقون لكرة القدم ومعشوقو الخضر في كل مكان. اليوم على شاشة نيوز لاين آر نأخذكم في رحلة مثيرة حول المنتخب الجزائري قبل كأس إفريقيا، مليئة بالمفاجآت، التسريبات والأسماء الجديدة، مع أسرار لا تسمعونها في أي مكان آخر. المقدمة، العناوين المشوقة. قبل أن نبدأ، إليكم أبرز العناوين التي سنكشف عنها في هذا الفيديو. 1. القائمة النهائية المتوقعة للمنتخب الجزائري لكأس إفريقيا، مع تفاصيل حصرية ومفاجآت قد تغير شكل الفريق. 2. ملف ثيو زيدان، آخر التطورات حول احتمالية انضمامه واللقاء الحاسم مع الطاقم الفني. 3. الوجوه الجديدة السرية، من هم اللاعبون الشباب الذين يتابعهم المدرب عن قرب؟ 4. خطة بيتكوفيتش لتشكيل منتخب قوي، استراتيجية هجومية ودفاعية قد تصدم المنافسين. 5. النجوم مزدوج الجنسية، من هم الذين أصبحوا قريبين جدا من تمثيل الخضر؟ 6. مفاجأة نهاية الفيديو، نجم عالمي شاب قد يختار الجزائر، لا يفوتكم. إذا كنت من عشاق المنتخب الجزائري وتريد متابعة كل التفاصيل الحصرية، اشترك الآن في قناة نيوز لاين آر وفعل الجرس لتكون أول من يعرف كل جديد. مرحبا بكم أيها العاشقون لكرة القدم ومعشوقو الخضر في كل مكان. اليوم على شاشة نيوز لاين آر نأخذكم في رحلة مثيرة حول المنتخب الجزائري قبل كأس إفريقيا، مليئة بالمفاجآت، التسريبات والأسماء الجديدة، مع أسرار لا تسمعونها في أي مكان آخر. القائمة النهائية المتوقعة للمنتخب الجزائري لكأس إفريقيا، مع تفاصيل حصرية ومفاجآت قد تغير شكل الفريق. ملف ثيو زيدان، آخر التطورات حول احتمالية انضمامه واللقاء الحاسم مع الطاقم الفني. الوجوه الجديدة السرية، من هم اللاعبون الشباب الذين يتابعهم المدرب عن قرب؟ خطة بيتكوفيتش لتشكيل منتخب قوي، استراتيجية هجومية ودفاعية قد تصدم المنافسين. النجوم مزدوج الجنسية، من هم الذين أصبحوا قريبين جدا من تمثيل الخضر؟ مفاجأة نهاية الفيديو، نجم عالمي شاب قد يختار الجزائر، لا يفوتكم. في حراسة المرمى، حارس جديد من الدوري الأوروبي قد ينضم للمنتخب، مستقبل واعد. أنتوني ماندريا، الحارس الذي يثق به الطاقم الفني. لوكا زيدان، احتمال كبير للدخول في القائمة، وظهر بالفعل في أول مباراة رسمية له. الدفاع يشهد تغييرات مثيرة. عيسى ماندي، القائد الدفاعي. رامي بن سبعيني، خبرة عالية في الجانب الأيسر. يوسف عطال، رغم الإصابات يبقى خيارا مطروحا. عبد القادر بدران، لاعب لا غنى عنه. أحمد توبة، ثبات كبير في الأداء. مدافع شاب محترف في أوروبا قد يعلن عنه قريبا. قناة نيوز لاين آر تتابع كل التفاصيل. وسط الملعب هو قلب المنتخب، وهنا تكمن المفاجآت. إسماعيل بن ناصر، قطعة فنية إذا عاد بكامل جاهزيته. هشام بوداوي، يربط الدفاع بالهجوم بثلاثة. زرقي، لاعب مستقر وناضج. فارس شعبي، نجم المستقبل. بن طالب، صلابة وثقة تكتيكي. لاعب جديد من الدوري الفرنسي قد يكون القنبلة القادمة. ابقوا مع قناة نيوز لاين آر لمعرفة كل التفاصيل. الهجوم سيكون الأكثر إثارة. رياض محرز، القائد والأسطورة. سعيد بن رحمة، جاهزية كبيرة. آدم الناس، التمرد والإبداع في كل لمسة. مهاجم شاب في أوروبا قد يكون مفاجأة الموسم. اضغط لايك الآن لدعم قناة نيوز لاين آر. الملف الأكثر جدلا في الجزائر، ثيو زيدان قريب جدا من الانضمام للمنتخب الجزائري. مصادر قناة نيوز لاين آر تؤكد اتصالات هادئة بينه وبين المسؤولين الجزائريين. بيتكوفيتش معجب بقدراته، وقد يظهر اسمه رسميا قبل البطولة. هل تريدون فيديو كامل عن ثيو زيدان؟
أخبرونا في التعليقات واشتركوا في قناة نيوزلاين آر لتصلكم كل الأخبار أولا بأول. المدرب يتابع أسماء غير معروفة لكنها مواهب خارقة. لاعب وسط شاب في الدوري الفرنسي 19 سنة. جناح سريع في بلجيكا. مهاجم طويل في هولندا يمتلك قوة بدنية هائلة. مدافع ذو أصول جزائرية قادر على اللعب في مركزين. هذه المواهب لا تزال في الظل، لكن قناة نيوزلاين آر تتابعها لحظة بلحظة. المدرب جاء بخطة واضحة جدا. 1. منتخب سريع، هجومي وضاغط. 2. إدخال لاعبين من أوروبا لمنافسة شرفة. 3. تطوير اللياقة والسرعة. 4. رفع الانضباط التكتيكي. 5. المزج بين الخبرة والشباب. هل سينجح؟ قولوا رأيكم في التعليقات واشتركوا في قناة نيوزلاين آر. لكل من بقي معنا حتى هذه اللحظة، قناة نيوزلاين آر ستكشف قريبا عن نجم عالمي شاب يفكر في تمثيل الجزائر. النجم يلعب في دوري أوروبي كبير. اشترك الآن وفعل الجرس. الفيديو القادم سيكون أقوى فيديو على القناة. إلى هنا تنتهي رحلتنا مع قائمة المنتخب، ملفات زيدان، المواهب السرية وخطة المدرب الجديد. إذا أعجبك المحتوى اضغط لايك، اكتب تعليق واشترك في قناة نيوزلاين آر، لأن القادم سيكون أكثر ناراً، أكثر تشويقاً وأكثر حصرية. إلى لقاء قريب على شاشة نيوزلاين آر.